السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. واحد الفيديو ديال واحد الكرغولي من وليدات حسن، ما عرفت مالهم مع الكذوب، هما والكذوب متشابهين سبحان الله العظيم. قال لك بومدين ما طردش المغاربة من الجزائر، بالعكس المغاربة هما اللي مشاو بخاطرهم. قال لهم اختاروا الجنسية المغربية ولا الجزائرية، اللي اختار الجنسية الجزائرية راه بقى، اللي اختار الجنسية المغربية رفض الجنسية الجزائرية صفتو. والحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه ما قبلهمش، ما خلاهمش يدخلوا وبقى حابسهم، هو يتكلف بهم بومدين، هو يصيفطهم لبلجيكا، والفضل للجاليه المغربيه في بلجيكا تيرجع للجزائريين. المهم شوفوا الفيديو حتى الاخر. اوكي كما تينالي التالية تاعك هذاك مصطفى بونيف دا واحد الفيديو وقال لهم وطلب الناس يساعدوه في هذه المعلومه، المغاربه اللي عايشين في بلجيكا. شوف مصطفى، على حسب المعلومات اللي عندي في الجزائر وهنا في بلجيكا، خاص في الجزائر عندي جواريني مغاربه متحصلين على الجنسيه الجزائريه، والمغاربه اللي عايشين معايا هنا في بلجيكا اللي كانوا اللي طردهم تاع بومدين ما طردش المغاربه كي هكا في 75. بومدين قال لهم كاين زوج صوالح، قبلوا واحده فيهم، اما ادي الجنسيه الجزائريه تولي جزائري ويطبق عليك القانون الجزائري، ولا طلع لبلادك. كان اللي داروا الجنسيه الجزائريه هم عايشين في الجزائر، وكان اللي ما قبلوش جابهم حتى الحدود وخلاهم. وقعت مآساة إنسانية في الحدود. حسن الثاني ما قبلش يخليهم يدخلوا، وكان كاينه كما قلت كان كاينه علاقه ما بين الملك بلجيكا وبومدين. في 1971 الملك بلجيكي جا الجزائر وسنيا مع بومدين اتفاقيه تاع الغاز. كل 20 عام يجي الملك الجزائر ويسنيها، كل ما يجي لا رئيس حكومه لا وزير الخارجيه، هو ملك اون بيرسون يجي الجزائر ويسنيها. من ايجابيات هذا الاتفاق هذا اللي دار بومدين في 71، اي جزائري يكون خدام في الجزائر ويمشي لبلجيكا ويتحصل اوراق في بلجيكا، تنحسب له هذيك المده اللي عاشها في الجزائر والخدمه اللي خدمها في الجزائر. نعطيك مثلا، دوك واحد معلم كان معلم في الجزائر مده 15 عام، جا لبلجيكا يخدم ساعه، السلطات البلجيكيه تعدل 15 عام تاع خدمه اللي خدمها في الجزائر يعدوها له هنا في بلجيكا. يخدم ساعه يخرج شوماج، يولي يدي هذيك 1200 اورو، بينما لقاو له خدمه ولا يحال اللغه ولا. هذه من ايجابيات تاع اتفاق الغاز. دونك هادو المغاربه هادو اللي كانوا في الحدود اتوسط لهم بومدين، ما بغاش خاص الحسن الثاني قال لهم ما يدخلوش. الحسن الثاني كان حاسبهم باللي بومدين بيدير له انقلاب هذوك الناس، خاص كانوا بزاف، كانوا بالالاف. دوك بلجيكا وهولندا والمانيا كتتبنى، كان خاصها اليد العامله، كانوا كيخرجوا من الحرب العالميه الثانيه، كان خاصهم اليد العامله. جا هذا الملك هذا تاع بلجيكا دا هذوك المغاربه وقسمهم على ثلاثه، مدهم المملكه هولندا ومدهم المانيا وخلى اللي عايشين في بلجيكا. حسن الثاني من بعد واحد 10 سنين ولا حتى 2005 وقيله 2085 1985 استغفر الله، في 1985 عاد تفطن لقاهم باللي هادو دراهم ديفيز دراهم، منحهم الجوازات السفر تاع المغرب، ولاو مغاربه. الاولى كانوا عايشين بلا كواط، عايشين في بلجيكا وفي هولندا وفي المانيا بلا كواط مساكين. من بعد الحسن الثاني من عرفهم باللي فيها يدخلوا لا دراهم ومن عاود ندمجهم مع شعبه. هيا دوكا ما يكنيشان. خاص كاين واحد الناس انايا نعرفهم، انايا نعرف انا ناس هنا في المغرب انايا مساتوجان، واحد شيبانيه متزوجه مع واحد من هذاك الدكاكله، يعيطوا لهم الدكاكله. قسم بالله ما كبيره مسكينه تسكن في سانتوجان، تلاقى بها تقول لك هذه وهران كايدير سانتوجان، هي زايده في لا مونبا. عندي واحد صاحبي سموه عبدول،
قسما بالله مين يجبد لك على وهن يجبدها لك قنت بقنت، ماشي شارع بشارع، لا قنت بقنت. وهن كانوا يسكنوا في بلونتير، وكاينين صحاب بالعباس ثاني، وكاينين صحاب بني صاف. هادو المعارك هادو ماشي بومدين طاردهم بها هكا، قالوا من لا، قالوا ملي تدوا الجنسيه ولا ما تدوش الجنسيه روحوا لبلادكم. ومن بعد الحسن الثاني ما بغاش، بعد مشاو عاود الحسن الثاني قام دراهم جابهم. هذه قصه يا مصطفى بونيف. واول جاليه دخلت لبلجيكا هما الجزائريين. الجزائريين دخلوا لبلجيكا، دخلوها في الخمسينات، ملي كانوا يلموا دراهم المجاهدين اللافلان، ملي كانوا يحوسوهم السلطات الفرنسيه، كاين يدخلوا على ليل يدخلوا على موكهون، يدخلوا على كسموها على هذيك على غون، على كوتريخت. اول جاليه اللي دخلت لبلجيكا هي الجاليه الجزائريه، بصح الجاليه الجزائريه مساكين في بلجيكا دخلوها شراب وقمار وسهرات ونساء. هذا ما كان، انني عايش معاهم ونحكي لهم، هادو لي زونسيان مساكين كاع ماتوا، بصح كاع كانوا دايرين قهاوي، كاع اشراب والزهو وصوالح. المغاربه لا، ملي جاو يخدموا داو ساو كاع مونوبول. ومن بعد شكون اللي جاو مورا المغاربه 78 جاو تراكا، جاو هذوك. ومن بعد جاو ثاني طلاين يخدموا في الشروع ومونس، يخدموا الشابون الفحم. بصح اول جاليه اللي دخلت لبلجيكا هي الجاليه الجزائريه. فهمتني يا بونيف؟ حقيقه كانت كاينه علاقه ما بين الملك بلجيكا وبومدين، كانت عندها علاقه شابه بزاف، ومازال علاقه شابه بزاف، ومازال هذا القانون هذا تاع العمل ينطبق للجزائريين. الماركه ما يستفادوا منه، الطلاين ما يستفادوا منه، السبنيول ما يستفادوا منه، المغاربه ما يستفاد منه حتى واحد. السيوه الجزائريين تجي مثلا انايا عندي بنتي باغي نزوجها لواحد من الجزائر، هذاك الجزائر يجيبها معاه كواطه، هذا ما كان باللي خدام، لا بغى ماشي خدام، يطرافيكي كواط، يجيبهم يخدم ساعه يعطوه 1200 اورو. قسما بالله يعطوه 1200 اورو. هذا قانون يتمشى من 1971.